يا ترى إيه هو السر اللي ممكن يغير نظرتنا لشكلنا ومظهرنا بالكامل؟ خلونا نكتشفه سوا. أكيد كلنا مرينا بالموقف ده. تشوف قصة شعر على حد وتقول واو، أو شكل دقن يعجبك جدا، بس لما تيجي تجربها على نفسك تلاقي الموضوع مختلف تماما. طيب ليه؟ السبب صدقوني أبسط بكتير مما نتخيل. هو سر صغير كده أغلب الناس مش واخدة بالها منه خالص. الحكاية مش في قصة الشعر نفسها ولا في شكل الدقن، لا، المشكلة في الأساس اللي بنبني عليه الستايل بتاعنا كله. والأساس ده هو شكل الوجه. بالظبط كده، ده عامل زي البصمة أو الخريطة الخاصة بكل واحد فينا. ومجرد ما نعرف الخريطة دي بتكون أول خطوة عشان نغير كل حاجة. الخريطة دي هي اللي بتحدد إيه اللي يليق علينا بالظبط. في 3 حاجات مهمة قوي: قصة الشعر وشكل الدقن وحتى شكل النضارة اللي بنختارها. وقبل ما نكمل كلامنا خلونا ما ننساش نصلي على النبي. تمام، يلا بينا نبدأ رحلة الاكتشاف دي. عندنا 5 طرق أساسية ممكن نمشي فيها عشان نعرف شكل وشنا بالظبط. عندنا الطريقة الدقيقة جدا بالمسطرة، وطرق تانية سريعة بالعين زي المراية والصور، وطريقة بتعتمد على التحليل والأسئلة، وفي الآخر طريقة سرية كده وفيها شوية فكاهة. خلونا نبدأ بأول طريقة، ودي الأكثر دقة فيهم، طريقة القياس. الموضوع بسيط، كل اللي محتاجينه هو إننا ناخد 4 مقاسات أساسية للوش. طيب إزاي؟ أول حاجة هنقيس طول الوش من أول خط الشعر فوق لحد آخر حتة في الدقن. تاني حاجة عرض الجبهة، بنشوف أعرض منطقة فيها وناخد مقاسها. تالت حاجة عرض عظام الخد، من أعلى نقطة في الخد ده لأعلى نقطة في الخد التاني. وآخر حاجة عرض الفك. الأرقام دي هي اللي هتحل اللغز كله. الطريقة التانية بقى أسهل بكتير. كل اللي هتعمله إنك تقف قدام المراية وتجيب قلم من اللي بيتمسح ده وترسم حدود وشك على المراية. الشكل اللي هيطلع لك ده هيديلك فكرة سريعة وعامة. أما الطريقة الثالثة فهنستخدم فيها التكنولوجيا شوية. ممكن ناخد صورة سيلفي واضحة، وبأي برنامج تعديل صور على الموبايل نبدأ نرسم خطوط حوالين الوش عشان نحدد الشكل العام بتاعه. الطريقة الرابعة تحليلية أكتر، يعني بتعتمد على إننا نسأل نفسنا شوية أسئلة بسيطة. يا ترى خط الفك عندي حاد ولا مدور؟ هل جبهتي هي أعرض حتة في وشي؟ الإجابات دي هتوجهنا للشكل الصح. ونيجي بقى للطريقة السرية، دي بقى حصرية جدا. كل اللي عليك تعمله هو لايك وسبسكرايب وبعدين روح نام. لو حلمت بحد بيقول لك شكل وشك إيه يبقى الطريقة نجحت. طيب، بعد ما جمعنا المقاسات أو المعلومات بتاعتنا بأي طريقة من دول، جاء وقت التحليل. يلا بينا نشوف الخرايط ال7 الأساسية لأشكال الوش. وهنا بقى الصورة هتبدأ توضح. قارنوا المقاسات اللي معاكم. لو لقيتوا إن طول الوش تقريبا قد عرض الخدود يبقى الشكل ده دائري. لو الطول أكبر من العرض يبقى بيضاوي. طيب لو كل المقاسات قريبة من بعضها يبقى مربع. لو الطول هو أكبر مقاس بفرق واضح يبقى مستطيل. لو الفك هو أعرض منطقة يبقى مثلث. ولو الجبهة هي اللي أعرض يبقى الشكل ده قلب. وأخيراً لو عظام الخد هي أعرض حاجة يبقى الشكل ماسي. بالمعلومة البسيطة دي بقى معانا مفتاح نقدر نتحكم بيه في شكلنا ومظهرنا. رحلة التغيير الحقيقية بتبدأ من هنا. بس أكيد في سؤال مهم جدا بيدور في بال ناس كتير دلوقتي، طب إيه هو أحسن شكل وش فيهم كلهم؟ والإجابة بسيطة وعميقة في نفس الوقت. أحسن شكل هو اللي ربنا خلقنا بيه، مفيش شكل أحسن من التاني. الفكرة كلها في إزاي نستخدم المعلومة دي عشان نظهر جمالنا اللي ربنا ادهولنا. ودايما وأبدا خلونا ما ننساش نصلي على النبي. معرفة شكله وشكلك دي مش نهاية الطريق، بالعكس دي نقطة البداية. من هنا كل واحد بيبدأ يكتب قصة الستايل بتاعه.